السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شخباركم البنات؟ لاباس عليكم؟ هاني، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي التم الصحة والعافية يا ربي، نتوما والأحباب ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نصايب واحد الكيكة بالكريمة ديال الحامض، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. في واحد الكاسرونة غادي نحتاج واحد 2 كيسان ديال الحليب ديال العنبة، واحد 3 معالق سكر سنيدة، وواحد 2 معالق ونص ديال النشا اولا كريمه، يعني على حسب اللي متوفر عندكم. كنديرهم في واحد الكاسرونه وكنخلطهم، يعني تيتخلطوا مزيان مع الحليب بارد، ومن بعد كنوضعهم فوق البوطه. ومن هنا ما ننساش نشكر المجموعه ديالي، مجموعه الصدق والتعاون برئاسه الاخ اتوميكس. نقول شكرا اخويا على الدعم ديالك، جزاك الله الف خير. تحية قوية للمشرفات الرائعات والأعضاء المجموعة، جزاهم الله ألف خير. كندعو أي أخت بغات تنضم مجموعتنا 100 ألف مرحبا بك أختي. مجموعة ديالنا برئاسة الأخ أتوميكس كيدعم جميع شروط اليوتيوب. اللي بغات تنضم لمجموعتنا 100 ألف مرحبا، الدعم راه بالمجان بدون مقابل. هنا خلطت الحليب مع الكريمة باردين، وعاد حطيتهم فوق البوطة. من بعد ضفت واحد المعلقة ديال قشورة الحامض، ومن بعد ما وجدت لي الكريمة ضفت عليها عصير نص حامضة. يعني هذاك العصير نص حامضة ما غاديش نديرو مع الحليب وهو بارد، غيخسر ليا الحليب حتى توجد الكريمة عاد باش نضيفو داك نص الحامضة. ومن بعد زدت معلقة ديال الزبدة. هنا خلطتهم مزيان، حطيتهم يبردو، غطيت الكريمة بواحد البلاستيكة. وهنا كنحتاج واحد 3 بيضات، يعني يكونوا بحرارة المطبخ. كنحتاج واحد الكاس سكر سنيدة ما يكونش عامر، يعني كاس لارهوب، وواحد الرشيشة ديال الملحة من طبيعة الحال. وغادي نخلط هاد الشي هذا كامل حتى يتخلط مزيان يولي شكل كريمي. يعني نخلطوه بالضراب يدوي او لا كهربي، يعني اللي كان ماشي مشكل، اي حاجة عندكم تستعملوها ماشي مشكل. يعني ماشي ضروري يكون عندنا ضراب كهربائي، اي حاجة نقدروا نخدموا بها. وهنا كنحتاج واحد القطيرات ديال الخل. هنا نص كاس ديال الزيت نباتية. كنضيف شوي بشوي وكنخلط. هذا هنا الماء، يعني قد القياس اللي درت ديال الزيت غادي نوضعو ديال الماء. اللي ما بغاش يدير الماء يدير حليب اولا اللبن اولا دانون، يعني اللي بغا. انا هنا وضعت الماء، صراحة كتجي كيجي زوين، يعني ما كيجيش يعني شي فرق راك وضع الماء ولا شي حاجة، كتجي مخيرة خفيفة مخيرة كتجي. هنا غادي نبدا نوضع الطحين اللي هو الفورص. هنا عندي كاس ديال العنبة ديال الفورص، غادي نضيف وغادي نخلط. وضعت الكاس الاول. هنا غادي ندير شاشيات ديال الخميرة، 8 غرام، مجموع فيهم 16 غرام. وغادي نضيف الفاني. وغادي نخلط هادشي هذا كامل. هنايا الطحين هزت ليا 2 كيسان ونص ديال العنبة، يعني كيجي الخليط على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا.
وهنا جبت واحد المول اللي دهن غلفته بالكاغد زبدة ودهنته بالكاغد زبدة، ومن طبيعة الحال دهنته بالزبدة. غادي نفرغ فيه هذاك الخليط ديال الكيكة، وهنا غادي نخلطو هذاك المول واحد شوية. كما كتشوفوا هنا جبت هذيك الكريمة وغادي نعاود نخلطها بشي معلقة ولا شي حاجة، يعني حتى تخلط. وغادي نوضعها في واحد الكيس بلاستيك او لا الجيب الحلواني اللي كان عندكم. غادي نرش هذاك الوجه ديال الكيكة بهذاك اللوز ايفيلي. نرش هذاك الوجه الكيكة مزيان، وغادي ندوز من فوق هذيك الكريمه اللي انا صايبت. وهنا راني دخلتها الفران، كتجي على هاد الشكل هذا، يعني راها كطيب صراحه. كتجي خفيفه وكتجي هكا مشفنجه مهويه، هكا كتجي خفيفه الصراحه. وهنا الكيكه ديالي كما كتشوفوا كتجي على هاد الشكل هذا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. انا خليتها على هاد الشكل، وانتم الا بغيتوا تزينوها بشي حاجه من الفوق يمكن لكم. انا خلاص خليتها هكا. صراحه كتجي خفيفه وكتجي مسفنجه، كتجي غزاله ما شاء الله بهذيك الكريمه ديال الحامض. كما كتشوفوا هنا راه قطعتها معكم، وراني قطعتها وباقا سخونه، يعني من الاحسن نخليوها حتى تبرد عاده باش نقطعوها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم، شكرا للمتابعه ديالكم. واللي طلعت ليه القناه ديالي تابونا، وجزاكم الله الف خير.